السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني والله من الفيديو اللي فات للفيديو النهارده بقى. يعني هنعمل كده شوية كشري وشوية بتنجان مخلل كده من اللي قلبك يحبهم. ماشي. انا بحب اشكر جدا كل حبايبي اللي بيكتبوا لي في الكومنتات. انا بشكرهم جدا جدا، واللي بيدعموني واللي بيشاهدوا الفيديو واللي لسه اول مرة يخش عندي في القناة. يا ريت ينورني بالاشتراك بتاعه ويحط لي اللايك بتاعه ويكتب لي كومنت عشان اعرف ان هو جه اشتراك جديد وارحب بيه. ماشي يا جماعه، يلا بينا نشوف عملنا الكلام ده ازاي. اول حاجه بقى يا جماعه في الكشري، عشان هعمل له بحمص، اكون نقع الحمص قبلها بيوم او قبلها ب3 4 ساعات. ماشي. انا هنا نسيت انقعه من امبارح، فعملت له كاتل ميه سخنه ورحت حطاه فيه نقعته لمده ساعه او 2 اهو. فبقى بالشكل ده. فهعمل له ايه بقى؟ هعمل له خلطه. هجيب الخلاط وهعمل ايه بقى؟ جبت جزرايه وجبت قطايه وبصلايه وقرن فلفل ونص فص توم اهو يا جماعه. كل ده هخرطه اهو. انا هقطعه كده واحطه في الكب. القطايه كله اهو قطعته في الخلاط اهو. هحط له نص كوبايه ميه اهي، نص عشان الخلاط يدور ويلف اهي. حتى لو حطيت كوبايه كده كده اصلا الحمص بيتحط له ميه عشان يستوي اهو. واضرب في الخلاط يا جماعه. الخليط ناعم اهو محطاه بقى في ال... في الحمص اهو، واقوم حطاه على النار ونشوفه بعد كده هيعمل فيه. وهنا عملت الصلصه بتاعت الكشري من غير ما اصورها بصراحه. حطيت في الحله شويه زيت وحطيت فصين توم ورحت حاطه عليهم القوطه. ماشي. هتبلها بقى، غليت اهي. هتبلها بقى، احط لها التتبيله بتاعتها: سكر وفلفل وكمون وبهارات لحمه، وده مكعب ماجي بس كسرته كده، وكزبره ناشفه وملح اهو يا جماعه. ادي التتبيله بتاعتها. اهم حاجه في الكشري الصلصه بتاعته اهو. هنا بقى هعمل الرز ازاي بقى يا بطوط؟ اهو حطيت حله على النار وحطيت فيها ماده دهنيه ونص كوبايه شعريه اهي. نص كوبايه شعريه اهي. يبقى انا حطيت نص كوبايه شعريه على كوبايه عدس بجبه على كوبايتين 2 رز اهو يا جماعه. هسيب الشعريه كده تتحمر كده اهي. الشعريه اتحمرت اهي اهو. حاطه اللي انا غسلاهم الكوبايتين الرز اهم يا جماعه. العدس اهي، انا قلت كوبايتين رز وكوبايه عدس نقعاها قبلها بساعتين. الميه اللي اتخرطت دي يا جماعه انا مش هرميها، هحطه بميته. ليه؟ عشان يحمر معايا اللون بتاعه يبقى حلو كده. الرز عايز ميه تاني اهي، زودت له ميه. طب انت كده زودت له ميه كده خلاص؟ لا، هتبله بقى. هحط الملح بتاعه. لو وصلت معايا لحد هنا فضلا وليس امرا تشتركي معايا في القناه وتنوريني وتحط اللايك وتكتبي لي كومنت حلو زي كده اهو يا جماعه. متنسوش تشلوا على النبي في الكومنتات اهو كده اهو يا جماعه. الرز استوى وجميل اهو. شايفين اللون بتاعه ومفرفر وجميل اهو. تحفه بالهنا والشفا اهو يا جماعه. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا معايا في القناه. لسه بقى هعمل لكم بتنجان مخلل. انا بحب جنب الكشري بتنجان مخلل او قطايه مخلله، فانا بحب البتنجان المخلل. فلسه هنعمل جنب منه البتنجان المخلل. ماشي. وهنا بقى يا جماعه اهو لسه الحمص بيغلي اهو. شايفين لونه بقت جميل، لون الميه بتاعته بقت جميله ازاي اهو. واما نيجي نغرفه كمان هوريهولكم اهو. ده الحمص بيغلي اهو، جميل جدا اهو. جربوا الطريقه دي يا جماعه هتعجبكم قوي قوي. هنعمل بقى يا جماعه بتنجان مخلل جنب الكشري كده. شويه بتنجان مخلل اهو. جبت البتنجانيه انا هنا غسلاه، شلت بس العنقود بتاعها ده اهو، ما قطعتوش بالسكينه، شلته كده. وهاجي بقى البتنجانيه منقياها المليانه اهي، المليانه الحلوه دي عشان الاقي فيها لحم اهي يا جماعه. المليانه اهي. هعمل فيها ايه بقى؟ انا حاطه الزيت يسخن على النار. انا بقى مش هحطها كده سليمه يطرشق كده في وشي ويطش كده في وشي، لا. هعمل ايه؟ هقوم ماسكاها بالسكينه وفتحاها كده اهي، نغزاها بالشكل ده كده اهو يا جماعه، عشان انا بصور مع نفسي
اهو. اقوم ماسكاها كده وايه وعاملاها بالسكينه، واول ما اعملها بالسكينه كده هقوم حطاها بقى في الطاسه. هعملها بقى كلهم كده بالسكينه او بالشوكه واجيلكوا تاني. اهو يا جماعه بقى انا حطيت البتنجان يقلي على زيت على نار هاديه كده وغطيته، ماشي، عشان يستوي من ايه، من جوه ومن بره كده، ويبقى حلو كده وموميا كده وجميل. جبت بقى صلايه، لو عندك كبه مفيش مشكله، انا ما عنديش كبه فبعمل بقى في الصلايه دي اهي. هحط فيها اهو 3 فصوص توم، بس انا مخرطاهم كده، وقرن فلفل اخضر، وايه اللي هو الشطه، وقرن فلفل ايه رومي. لو عندك قرن فلفل كمان احمر يبقى تحفه، يبقى مية مية، لكن انا ما عنديش، ماشي. وبعد ما اخرطهم بقى واحطهم في الصلايه، احط لهم بقى الملح وسنه الشطه والكزبره والايه، الكزبره الناشفه والفلفل الاسود والكمون. احط كل ده على بعضه وامسكه ادقه وامسكه ادقه وارجع لكم تاني. اهو يا جماعه انا دقيته ونعمته بالشكل ده اهو. لو في قرن بقى فلفل احمر هيبقى شكله تحفه. اهو يا جماعه كده انا خلصت التتبيله. لا فاضل له اهو، قطعت ليمونتين اهو، اهو قطعت ليمونتين علشان هحط في قلب الدقه الليمون وايه، ونشوف هنعمل ايه تاني. يعني هحط ليمون واحط معلقه خل، هحط ليمون ومعلقه خل في قلب الدقه، ماشي. يلا هنا نشوف البتنجان. هنا بقى نشوف البتنجان استوى اهو يا جماعه، شايفه لونه جميل ازاي، ومنقياها البتنجانيه مليانه عشان الاقي فيها لحم وانا باكلها. كده بقى هطلعه اهو يا جماعه، انا حبيت بس اوريكم اهو. يلا هطلعه بقى وارجع لكم تاني. ما هو يا جماعه بعد ما عصرت الليمون اهون، هحط لها بقى معلقه خل اهي، بالويم كده معلقه خل اهو. والبتنجان استوى اهو اهون تحفه ولونه جميل اهون. هقوم بقى ماسكه ده مقلباه وفاتحه قلبه بقى، وفاتحه قلبه بالشكل ده كده، وحاشيه بيه الخلطه، ماشي يا جماعه. انا بس عشان بصور انا مع نفسي بايدي، فانا مش هعرف اعمل بايد واحده اهو يا جماعه. واقوم حاطه فيه الحشو، هحشيه بقى واجيلكوا تاني. وبكده يا جماعه نكون خلصنا الكشري بتاعنا والبتنجان المقلي المخلل، وعملنا الايه، كوبايه حمص الشام اللي بتشتروها من بره اهي، غرفتها قدامكم اهي ولونها حمرا وجميله اهي. اهي يا جماعه ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا لنا في القناه. باي باي.